ب10 جنيه هتعملوا عيش صحي جدا ومشبع ومليان بروتين. تقدروا تعملوا كمية كبيرة او يعني تضاعفوا الكمية وتسيبوها في الفريزر، تطلعوها قبل الاكل على طول. مكون بقى اول مرة حد يقول لكم عليه، انا متأكدة من كده. يلا بينا نبدأ وصفتنا. في البداية معايا ربع كيلو حمص طبيخ. الناس كلها بتستخدم الحمص الشامي وده بيكون سعره غالي وبقشره كمان، لكن ده حمص متقشر. قولي للعطار عايزة ربع كيلو حمص طبيخ، ده ب10 جنيه يا جماعة. طبعا لازم اطحنه عشان احوله لدقيق بالشكل ده. تقدروا تشتروا دقيق الحمص من السوبر ماركت، فيه مغلف عادي جدا يعني، بس انا بحب اعمله على ايديا عشان اتاكد كده ان الشركات مش حاطه اي اضافات. بعد ما طحنته لازم انخله علشان شويه كده بيطلعوا خشنين، فباخدهم اطحنهم مره تانية. المهم ان احنا ننخل الدقيق كله. حبيت اعايره بعد ما طحنته، لقيته كوبايه ونص من الكوب المعياري، علشان بس الناس اللي هتشتري الدقيق جاهز تبقى عارفه ان احنا استخدمنا كوبايه ونص من دقيق الحمص. هنضيف له بقى نص معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح ورشه كمون علشان القولون ما يتعبناش يعني. طبعا الكمون ده اختياري برضو. في البدايه هنزل بكوبايه ميه بعد ما اقلب الدقيق مع المكونات، يعني هنزل بكوبايه ميه كامله. اما الكوبايه التانية فدي انا هنزل بيها شويه بشويه لغايه ما اشوف القوام هيعمل معايا ايه، يعني هنشوف هنحتاجها ولا لا. بس انا استخدمتها كلها، يبقى كده كوبايه ونص دقيق حمص عليها كوبايتين ميه. انا استخدمت المضرب اليدوي، بس انا بقول لكم اهو اضربوه في الخلاط، لاني رجعت بعد كده ضربته في الخلاط علشان يكون انعم. عند التسويه بقى انا بسيب العجين ده يرتاح 10 دقايق وبعد كده هبدا التسويه. منديل فيه معلقه من زيت الزيتون، بمسح الطاسه كويس وبتسخن. هنزل بقى بكبشة من الخليط. هي الكبشة طلعت صغيرة على الطاسة، انا هكبر المعيار بعد كده يعني. بسيبه بقى يستوي على نار هادية خالص، لما ياخد لون من اول ناحية بقلبه على الناحية التانية لغاية ما يكمل التسوية بتاعته. هنا كبرت المعيار شوية علشان يبقى الرغيف كامل على قد الطاسة. بصوا بقى ظبط معايا جدا. بسيبه على نار هادية، اول ما ياخد لون من اول ناحية هقلبه على طول على الناحية التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا لما بيستوي لازم يطلع على فوطة نظيفة، ونغطيه كمان بالفوطة علشان يفضل طري معانا. خلصوا بقى الكمية كلها، ما بتاخدش وقت خالص في التسوية على فكرة، ولا معجن ولا اي حاجة، ومش بيقب، هو بيفضل كده زي عيش التورتيه يعني. بحط الكمية كلها بقى في فوطة. شايفين عمل لي 7 ترغيفة. طبعا دول لو اشتريتوهم جاهزين هيكونوا غاليين جدا. تقدروا تحتفظوا بيهم في الفريزر وتطلعوهم قبل الاكل على طول، بس ما تسيبوهوش بره لانه بينشف بسرعة. يعني لازم يكون متغطي كويس قوي في كيس وتطلعوه من الفريزر قبل الاكل على طول. بصوا بتني فيه ما بيتكسرش ولا اي حاجة، يعني ده معناه ان هو طري. تقدروا بقى تلفوه كده وتعملوا ساندوتش. وبألف هنا وشفا، وما تنسوش اللايك والشير.